ناس كتير جدا بتضيع وقتها وبتضيع سنة كاملة من عمرها وبتتعلم حاجات ملهاش أي سوق، ومعظم الناس بتتجه للحاجات اللي عليها عرض كتير ومفيهاش طلب. فأنا جاي دلوقتي أوفر عليك وقتك ده كله أحسن ما تلف وتدور كتير. هديك 3 مهارات تتعلم مهارة منهم في 2026، وهقولك كل مهارة هتتعلمها في قد ايه ومحتاج اجهزة ايه عشان تقدر انك تشتغل، وكمان دخل كل مهارة منهم قد ايه. ده طبعا بناء عن تقارير وبحث. ولو ما تعرفنيش فانا حازم حمدي، عندي 20 سنة من مصر. من 2 سنين ونص بالظبط اتعلمت جرافيك ديزاين في 3 شهور، وفي اول 3 شهور شغل ليا عملت ارباح بقيمة 100 ألف جنيه. وطبعا اشتغلت مع شركات كتير، اشتغلت مع شركة في ألمانيا، وشركات كتير في السعودية، وشركتين في الإمارات، وكذا حد من الكويت. واشتغلت مع ناس في اليمن و... وناس من ليبيا. فالحمد لله. وطبعا المصريين مفيش أكتر منهم. كمان أكتر ناس بعد المصريين اتعاملت معاهم هم الأردنيين بصراحة، معاملتهم لذيذة جدا. وبس، فخلينا ندخل في موضوع الفيديو على طول. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ناخد حسنات من بعض كده. واول مهاره معانا وهي تطوير وتصميم المواقع، لان دلوقتي كل الشركات، اي شركه دلوقتي عامه ما بتشتغلش غير بويب سايت. يعني لازم وحتما ولا بد يبقى عندهم ويب سايت، موقع كده محترم، يبقى واجهه ليهم قدام العميل. والموضوع ده اصلا بدأ يروح للافراد كمان. انا ذات نفسي مش شركه ولا حاجه، وعندي موقع على فكره، ويب سايت. هسيب لك اللينك في الوصف تحت، بقى بص كده، بص عليه، ولو عندك ملاحظة أو تعديلات أو أي حاجة بقول. على فكرة الطلب في المجال ده عالي جدا، أكتر من العرض بكتير. فديت فرصة ليك على فكرة، يعني فرصة ليك تستغلها بدل ما تضيع وقتك وتتعلم حاجات ملهاش أي لازمة. ويا سلام بقى لو معاك لغة، ده أنت تبقى كده تمام. أنت بقى تشتغل مع ناس من بره، أمريكا وأوروبا والعالم دي كلها. فانت هناك بقى هتاخد بالدولار، هتقبض بالدولار، انما هنا بالجنيه، فاهم؟ فانت طبعا فاهم القيمة، فرق شاسع. والمدة اللي هتحتاج تتعلمها للمجال ده هي من 4 ل6 شهور، عشان تقدر انك تعمل حاجات بسيطة زي مثلا وورد بريس. ومع الوقت هتاخد خبرة من الشغل البسيط ده، وهتبدأ تخش في مرحلة الاحتراف تدريجي، واحدة واحدة. يعني هي سنة هتكون انت قفلت محترف في المجال ده جدا. وكمان عشان تبدأ شغل في المجال ده مش محتاج جهاز واو ولا حاجة، انت بس محتاج حتة لابتوب كده في الفئة المتوسطة، كور i5 مثلا، بالكتير خالص 8 رام، يبقى كده فل. لو كبداية وابدأ أطور واحدة واحدة. يعني مثلا علي 16 رام، 32. كل ما تبدأ يبقى عندك شغل أكتر وأنت تبقى محترف في المجال أكتر، علي طبعا من الإمكانيات اللي معاك عشان تطلع نتيجة أحسن. ونسبة الدخل بقى في المجال ده عندنا هنا في الوطن العربي من 500 ل700 دولار. لو اتعاملت مع واحد في مصر مثلا هيبقى من 15 ألف وانت طالع، ده للمشروع الواحد. ولو انت محترف ممكن تاخد 20 و30 ألف جنيه عادي جدا. وبالمناسبة المجال ده أنا فعلا هتعلمه، فلو انت قررت تبدأ فيه فابقى عرفني، نبدأ مع بعض، هنشجع بعض يعني وكده. وتاني مهارة معانا وهي الذكاء الاصطناعي، ال AI. ولو انت متعرفش خطورة المجال ده فهو ممكن يقعد الناس في بيوتها واشتغل مكانها. يعني انت لو ما اتعلمتش اي اي دلوقتي هتقعد في بيتكو وتغني ظلموني، ده لو انت مش موظف. اصحى معايا، انا صاحي. اصحى كده وتروق معايا، حاضر. وكمان لو انت متعلم اي مهارة موجودة فلازم تتعلم جنبها شوية من الاي اي، لان كل المجالات دلوقتي داخل فيها اي اي. فانت لازم غصب عنك هتتعلم اي اي. وطبعا انت مش محتاج اشرح لك الاي اي ده خطورته ايه، ومش هقدر احدد لك وقت معين تتعلم فيه المجال ده، لان المجال ده واسع جدا. هو مجال متفرع منه كذا مجال تاني، فانت ممكن تبحث بنفسك. والجهاز اللي انت تحتاجه عشان تشتغل هو لابتوب متوسط، زي ما انا شرحت في المهارة الاولى، ان الذكاء الاصطناعي بيعتمد على المتصفح اكتر. الدخل بقى اللي هيعود عليك من المجال ده، مهندس ال AI في 2025 اللي احنا فيها دلوقتي، اللي قربت تخلص خلاص، كان دخله السنوي من 70 ل100 ألف دولار. ناقصين 30 جنيه. عد فلوسك كويس، انا عديتهم 3 مرات، ال3 مليون ناقصين 30 جنيه. وفي أماكن تانية بيوصل 150 ألف دولار. انت بتتكلم جد؟ انت مات. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. وخلي بالك الطلب في المجال ده كبير برضو جدا جدا جدا، من أعلى المجالات اللي عليها نسبة طلب. زود بقى براحتك يا ريس، لو هتشتغل بالساعة زود براحتك. وتالت مهارة معانا وهي المونتاج،
وعشان تتعلم المهارة ديت هتحتاج من 3 شهور ل5 شهور، وطبعا هتحتاج يا PC يا لابتوب يكونوا عاليين شوية، لأنه بيعتمد على أدوب بريمير وبيعتمد على كارت الشاشة أكتر، وده المجال الوحيد اللي بيطلب منك إمكانيات جهازك تبقى عالية. نسبة الدخل في المجال ده من 500 ل 700 جنيه في الدقيقة الواحدة. على فكرة أنا أعرف ناس كتير شغالين في المجال ده وبيشكروا فيه جدا يعني، وفي ناس صحابي كتير شغالين في المجال ده. وعامة أنا ما باجيبش حد يعمل لي مونتاج، لأن أنا باحب أعمل كل حاجة بنفسي. على العموم أنا الفيديو اللي فات ما عملتش فيه مونتاج خالص، بس الفيديو ده هاحط تاتش بسيط كده، لمسة كده بس، وابقوا قيموا حرفتي في المونتاج. أنا لسه بس إيه، ما أعرفش حاجة في المونتاج خالص، أنا يا دوب كاب قط كده وخلاص، إن الله يحب المحسنين. هاديكوا بقى رابع مهارة كده، دي هدية مني ليكم، وهي التسويق الرقمي، التسويق الإلكتروني. ليه بقى؟ لأن تقريبا أي بيزنس وأي شركة وأي حد فاتح بيزنس، أي حد بيعمل حاجة بيحتاج مع حد يسوق له شغله، بيحتاج حد يدير الإعلانات، يعمل إعلانات، وبالذات في حتة CEO. وطبعا في تضخم كبير جدا في المحتوى بسبب الذكاء الاصطناعي، انا قلت لك خطورة المجال ده ايه. فبالتالي المنافسة عالية، واي حد عنده بيزنس دلوقتي بيحتاج حد يسوق له ويشتغل له على حتة CEO، اللي هي الهاشتاجات والكلمات المفتاحية عشان يظهر في البحث ويظهر للناس. فنسبة الطلب في المجال ده عالية جدا 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 بسبب تضخم المحتوى. ليه؟ لان في منافسة. يعني واحد دلوقتي فاتح بيزنس، فلازم يجيب حد عشان هو ليه منافس تاني، فلازم يجيب حد يعرف يعمل له اعلانات كويسة ويدير الصفحات بتاعته في حتة CEO بالذات، الكلمات المفتاحية والهاشتاجات والحاجات دي كلها، عشان المحتوى بتاعه، الفيديو بتاعه يظهر في قائمة البحث ويجيب مشاهدات عالية. فأي حد عنده بيزنس، أي شركة، أي حد بيفكر يعمل أي حاجة، لازم يجيب واحد يسوق له شغله، ده لو هو ما يعرفش في التسويق. وعشان تتعلم المجال ده هتحتاج من 3 ل4 شهور عشان تتعلم أساسيات السوشيال ميديا، إدارة الإعلانات، إزاي تعمل إعلانات، وإزاي تحترف CEO بالذات، وعشان تقدر تحلل البيانات. وهتحتاج 8 شهور عشان تبقى محترف في المجال ده، ويمكن أكتر كمان. والجهاز اللي انت هتحتاجه في المجال ده هو موبايل أو لابتوب بس. وبس كده أنا خلصت. فلو انت وصلت للثانية ديت اكتب تحت تقول وصلت للثانية، وما تنساش تقول لي هتبدأ في انهي مجال. ولو حابب تشترك في القناة وتعمل لايك براحتك، ده لو طبعا استفدت. السلام عليكم.